أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 78 نویسکار امام البخاری، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. حدیث 1058 عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. نافع هاتا نقل کرن اویجش ابن عمر نقل کریکو وقت زوروکن ابن عمر چکور چکج دگهانا امر بلوغه، یعنی وقتی که بالغ بینا یا کامل بینا زوروکنوی عزله جهه و جدا دکرا، یعنی جهه و اودا و یعنی مزله و جدا دکرا و فلم يدخل عليه الا باذن گوتا به اذن نبن اودامه هون دست خالدریه من ندی ازنا خواه نخوازی نبن اودامه معلی بجبری ها زارو بین و به ازن کارین بچنه زارو وقتی که لوقت زاروکی خواه درباس بگیران ایدی دست خالدری ندا و ازن نخواستان نهشتب چن اوداوی. بابو یستأذن على امه اوش حل در حق وده که مو بچه اودا دیا خواب خواجی اودا دویگا خواجی مزل و خصوصی دوی مو ازن بخوازه اوش حل در حق وده. حدیث 1059 عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله قال أستأذن على أمي. علقمة هات نقل كرن دبيجا زلامك هات إلى جمع عبد الله قال الصحابي پیغمبر خدا قال أستأذن على أمي قالوا وقت أبچما اودا ياخوا و مثلا مزلا و المالدا اذن بخوزما لازم اذن بخوزما فقال ما على كل أحيانها تحب أن تراها ما على كل أحيانها تحب أن تراها دیاتا نوه هر وقت لا توی ببینی مثلا وقت ولی هنه نوه تبچی اوداوه نوه توی ببینی مثلا حالت ولی هنه وضعیت ولی هنه امجی خواه مثلا جلی خواه اخسنا و یه رازی یعنی خواه یعنی پیتر راحتی تفگره دیکل اودا خدا مثلا وقت ولی هنه نوه توی ببینی تو که رویجی بی نوه تو ببینیش باید خواسته محقق ازنه خوازه ولی هره دست خوال داری بده و بلا ازنه تبده ولی هره مالدا هندرو. حدیث 1060 عن مسلم بن نذير يقول سأل رجل حذيفة فقال أستأذن على أمي. مسلم كره نذير هات نقل كرن هولید بجه مسلم كره نذير بجه زلامكش حذيفة برسي صحابي پیغمبر خودش حذيفة برسي فقال أستأذن على أمي بچم اوداد ياخوا از اذن بخوازم یعنی بچه عجیباوی هات یعنی گوت بچه افتشت عجیبه بچم اوداد ياخوا از اذن بخوازم فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. اگر ته اذن جه نخوازی ته راست وضعیت کولی بی محتملت راست وضعیت کولی بی ته حزج نکی او یعنی تا نوتو سروی وضعیت دیاخوا ببینی یا جوه نوتو سروی وضعیت و ببینی اجباری خواسته تبچه اودا دیاخوا بخوا واجی تبچه مزلو کوه واجی دیسا اذن خواب خوازه ولی هره ولو کو دیگر کو دایی کن تجیبه. بابو یستأذن على ابیه البشه حل در حق وده که مروفک لازمه وقتی چوه اودا باوه خوا چوه مزلا باوه خوا دوه ازنه بخوازه یعنی که ازنه بخوازه یعنی لازمه نه لازمه در حق وده. حدیث 1061 عن موسى بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على استي ثم قال أتدخل بغير أمي بغير إذن. موسى يكون طلحة هات نقل كرن دبيجا از لید باو خوابید از او باو خواه ام چوی و حتی ام چی بردریه دایی کامه
همچنین مثلا مثلا دوی کم جدا بی و خصوصی بی مثلا ویا خانیه و او دو به طایبت هبی ام از او بخو همچون حتی بر دلیه و فدخل او چو مالدا و فتبعتو اجی مدوبی اجی چو مالدا فالتفت المفجرا فدفع صدري دست خواستنگ مدا حتى اقعدنا على استی حتی ولی دجور سنگ مدا حتی از رونشتم ارده یعنی ولی دحفك مدا حتى أرنشتم أرضي ثم قال أتدخلوا بغير إذن كما قتل بإذن بي مورفو يعني تا مثلا أس ميري ويما يعني أو ديوتا وأزو أو جنو ميري حبودي أسكورم بإذن بچما لبلت بإذن نوا بجا يودا أسكورم بما فلان إذن خبخازا ولي ورها أم مش فهم ديكيكو يعني مو ديال بابا خاجيبه نيك بابا خاجيبه مو نكاربچه ودا دياخا بإذنوه بابو يستأذن على أبيه وولده يعني لازم انسانك وقت شوى ودا مزلا باو خوا يانجيا أولاد خوا لازم أذن بخوز ده حق به مسئله ده حديثا 1602 عن جابر رضي الله عنه قال يستأذن الرجل على ولده وأمه يعني لازم زلامك انسانك وقت شوى اودا باو خوا یا جیا اولاد خوا یا کره خوا لازم اذن بخوازه یستأذن الرجل لازم مروف ملك انسان اذن بخوازه على ولده وقت شوى اودا کره خوا و امه یا دیا خوا یا کره خوا و این كانت عجوزا دیوی اختیار جیبه و اخیه و اخته و ابیه وقت شوى اودا جبو کو بچه اودا بره خوا یان خواه خوا یا باب خواجی ولید و هر ازن بخوازه دوی کوی اختیار جیبت و به ازن حتی دست خوال دریه و نده بیجه که یادت مساعده از به مولوا دوی لازمه نچه مولدا بله حديثا 1603 عن عطاء قال سألت ابن عباس عطاء تنقل كرن يعني فقيه طلبه ابن عباس تابعيا ما ظن عطاء تنقل كرن بجا مش ابن عباس برسي ابن عباس هيداوية وصحابيه پیغمبر خدا ما ظن مهمة ابن عباس مش ابن عباس برسي فقلت استأذن على أختي وقت شما اودا خوش خوا از اذن بخوزم فقال نعم قبله اذن بخوزه ولي هرا فأعدت فقلت أختاني في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما وجمع دي صبرس كل مقوم دخوش كن مهنا دخوهن مهنا والمولا مداد منن وأنا أمونهما أس أداروادكم از و جهدكم و از أبوريا و جيانا و أبوريتنم جه وأنفق عليهما از مصرف و بيتنم استأذن عليهما يعني او وي كاتشن منن از اذنش بخوزم وقت اتشمال لكوا از اذن بخوزم لازمه قال نعم قبله دفت اذن بخوزي اتحب ان تراهما عريانتين قو موقع حاشا تدفت طازي وببيني مثلا ام بيجي اودا خوابه اودا و طيباتي بخصوصي با يعني چو ببيني ولي جل خوار گرن جل خوار بخن موقع تدفت بي اذن چي سروادا بگري و حاشا و تازي ببيني يعني وضعيتك ولي نه مناسب داتو ببيني قيتت فت ولي سر وضعيت ولي وبي ثم قرأ بشتنجي أفعاتها خوان قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم أي أو كسنكو باوري آنينا يعني أي أو كسنكو إيمان آنين ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم بلا خزمتشن هوا يعني كولين هوا عبدن هوا يعني خزمتشن هوا جي بلا إذن شعب خازنا والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني أو زوروكن هوا جيبا ويانجي يعني أم بيجي زوروك جيران جيبا أو يكو هي بالغ نبين
نكوين وقت بلوغه زوروك جبنا بلو ازنش هوا بخوزه 3 مرات 3 وقت دادا 3 وقت چه خدمتين هوا بن چه زوروكن هوا قبل البلوغ وش بريا كامل بينش بريا بالغ بينش بن بلا 3 وقت دادا ازنش هوا بخوزن او چه وقت او 3 وقت من قبل صلاة الفجر بريا ميجا صبح بريا ميجا فجر بريا ميجا صبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت نيفرو وولي دنيا جان هون شوي يعني هوا هون استراحت دیگه مال خدا شو را وقت قیلوله وقت ظهیره هون وقت استراحت خدا دیگه نیورو را و هوا وقت جل خدا خستی هون استراحت دیگه و من بعد صلاة العشاء پشتی نمجا عشاء پشتی هوا نمجا عشاء که هون شوي وداخا وجه هون راضی بلا خدمتين هواجي وزاروكن هواج بريا بلوغجي بلا اذن خاب خازون ولي بنجم هوا لا زاروك قالك بتشوي يعني فكرت لكن او نا 3 عورات لكم افسي وقتها عورات شورا محرم شورا يعني لازمه ولي تكاس بتكلف ولي بسربست نه اوده هوا چمكو يعني هم وقت سربستی هوا وقت راحتی هوا و هون بلکه سروج لخابخي من الوضعياتك مناسب دابي قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث أفنها امر ونهتیا اذن خواستنه و خود نگوتیا بلا او اذن بخوزن انجاش و هر سه وقت هر و هر سه وقت هذا وقت ندو قرمشن اودا مثلا ام بيجي زورو قبل البلوغ يعني هي بالغ نبيين يجي خدمتچیه هر وقت دچوته او قرن وقت دا خیلی با هر سه وقتا بچن اودا ام بيجي با خوا دوی خوا يعني او زورو وقبل البلوغ ويجي خدمتچی ماله قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وجد سؤال القرآن بيجا وقت زوروكن هوا كون بلوغه يعني بالغ بين زوروكن هوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كوچو مازنين و يعني اوين شو ماسترج بريو چو اذن دخواستان بلا اوجولي هر وقت اذن بخوازنه نكو سه وقتات تنده اذن بخوازن بلا هر وقت اذن بخوازنه که انسان كامل انسان بالغ مازن قال ابن عباس فالإذن واجب ابن عباس قال إذن خواستن واجبة إذن خواستن مجبورية زاد ابن جريج على الناس كلهم ابن جريج أفجي سر ابن عباس واكر يعني ابن عباس قهولي جيقات على الناس كلهم سر أنصان حمية إذن لازمة چه بريا بلوغه و چه پشت بلوغه يش بريا بلوغه و ين خدمتچن ماله يعني هر وقت نو ماله دا او سه وقت مجبورن اذن بخوازن خیلی و هر سه وقتا نلازمه بخوازن لبله انسان ده تا بیوی زمان عبد و جاریه نمانه خدمت جهنه لبله عبد و جاریه یعنی کوله نمانه الحمدلله بحثوات یعنی و زارو کندجی او سه وقت خارج وقت ده اوجی اذن بخوازنه انسان ده هر وقت چونه اودا خصوصی یا پایبتی یکی دو اذن بخوازن ولی بچن مالدا مخابن گلیک یعنی اخلاق اسلامی نامده وان بابینا مثلا بله گوندن ما مخابن رعایت و وقاس ناکرن حشوه که مگو دقیق آیاتی که قرآن هولی نینه حالا و قرآن پیروز گله سر به مسئله دست کنه دنری مثلا شمزیفته تحتا مثلا چوبی جماعتش میزد تحتا هی روحی هی طاف نزرقی هی طاف در نکتی تحتا دست خواهش دری ندا تحتا مال یعنی مالا یک جیران خواه یانجیه غریب جدا احال ما سردان هوا احال ما هم یعنی اون محتاجی که ما هیا ولی مخابن تشتی ولی دبینا لازمه مرعایت و مسئله گلیک بکه محاج و مسئله گلیک هبه چونکو آیت قرآن در حق بدهنه و پیغمبر خودشی سرد سکنه حديث 1064 عن عبد الله رضي الله عنه قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته عبد الله خوتنا قد خود جراز بيجا لازم مروف إذن بخوزه وقت شوية نك باوخوا ودا مزال باوخوا وأمه شوية ودا دياخوا
و اخیه یا برای خوا و اخته یا خواه خوا خوش خوا فهمه که چو او دا یعنی ان نزیک مروفا هری نزیکتر مروفا ابه هنن مو چه او دا واجد و مو ازنا خب خوازه ولی بچه ازنا مو بده مو بچه مال دا ام بشه حل در حقی بده اکو ازن خواستن سه جاره یعنی سه جاره مو دست خوال دریبده یا جی مو دست خوال زیله بده و یا جی مو دنگ خوابه که بیجه از ازن ها ابه مالوا سه جاره مو ازن بخوازه ازن دان ندان مو اصرار نکه مو شوریت نکه و حاش میشه از اللخ به مالوا و هون مجبوری ازدام بدی و دست خواهد تق زیدن دری بده افکرناه سه جاره مو دست خواهد اصول دری بده یا جی مو زیله بده هی دری و نبی مو بفتله البش هذا الحقي ودايا حديث 1065 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب أبي موسى الأشعري هو تناقل خود جرازه ببيجا ما إذن إمام عمر خواست أم بچم نيك إذن أچم مولوي ما إذن خواست بچم نيكوي فلم يؤذن له لبالي إذن ما نهادوين إذن خواست سه نقل خواست إذن من نهادوين کسی إذن نگو برا مولوا وكأنه كان مشغولا مولي فهم كركو مشغول يعني مجول يعني ايشي كيوي هاي مجول لما إذن دنگ يعني إذن ندان مولي من فهم كر من تخمين كر فرجع أبو موسى وجاء بيجن أبو موسى فتلي ففرغ عمر عيش عمر خلاص بي عيش إمام عمر خلاص بي فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له قالوا نأو دنگ قالوا وأبنائها ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يعني أبو موسى أشعري نوفي بي نوفي كنيوي أبو موسى بي نسبوي أشعري بي قالوا نأو دنگ عبد الله كوري قيس بي يعني مدنگي صح كنا دنگي بي إذن خواست إذنوا له إذن بدن بلو بمولفو أنا هنجي مجول بعيشي كوي هبي وقت عيشها خلاص لو بون كنا بلو بمولدا إذنوا يبدله قيل قد رجع جرو لما عمر هات قوتان قد رجع والله فتلي شو فدعوه إمام عمر بانكره فقال أبو موسى قول كنا نؤمر بذلك أمر مهولي هاتدوين يعني لازم أم هولي تبقريه بكي أم سجارة إذن بخوزي إذن ما هاتدوين نه هاتدوين أم بفتري مقرأ سنة پیغمبر خدا أفكريا فقال تأتيني على ذلك بالبينة دفت وجه إمام عمر معلومة أنصان حساسة مسألة مهمة قو دفت شاهد خبيني خودش پیغمبر خدا صحکیتش توی دعف اصولها گرفته دفتش اثبات بکی اگر اثبات نکی از تجزا بکنه فقال تأتينا على ذلك بالبينة دفت دليل خبيني سربي فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا شو درك بنري أنصاري يعني أهل المدينة صحابين پیغمبر خود أهل المدينة وده كوين هبوده كومبين كوماو وده المجلس وهاي بجا فسألهم بجا شو برسجلو هنش هوا أفش پیغمبر خود صحكنيا اف عادتها اف تفگرها موسه نقل ازنا خب خوزه هگه ازنامون نهادوين مو بفتل هوا هنا صحكي آنها فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري محمد جلب صحكي بلا شهد بيناتا كي كما بچو كما كيا كو أبو سعيد الخدري بلا أو بترابه بيجا يعني حتى بچو كما جاء مثلا صحكي أم مثلا يعني نومادا مشهوره و سه نقل از خاب خوزه ازن هادوين مو مفتله ها بلا بترابه ابو سعيد الخدري بلا يعني شهد بنيوتات که فذهب بأبي سعيد وجا ابو موسى و ابو سعيد برچو جمع امام عمر فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق يعني مخابن ما عادتك تطبیقاتی که پیغمبر خوده نزانیا او شما ماه خفی ابو نحسامه من نزانی ام مسئله ها هر ویا از اهل تجارت بیم از جمعه سوی که تجارت دکرات کلی فرونتن دکرا
وی وقتی رو پیغمبر خود اف گوتیا مسح نکیا یعنی هوا صح که تمین هم بچوکن خلکجی کو ابو سعید خدری بچوک صحابیا اوی صح کیا مسح نکیا یعنی الخروج الى التجاره یعنی در کتنا ما سوک جبو تجارت اف شمر المهش خفی و چکیا منک ما المسألة صح نکریا. بله باب الاستئذان غیر السلام ابش هذا الحق وداكو اذن خواستن نه سلامه اذن خواستن نه سلامه مو اذن خواب خوزه اذن موها دایم مو نیکو سلامه بده الاستئذان غیر السلام سلام جدا تشتك جدایا اذن خواستن جدایا من زیله دا نخواه السلام ناکم من دست نخواه داری دا السلام ناکم نه حديث 1066 عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم قال لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. أبو هريرة هات ناقة خود جرازي به در حق چدا في من يستأذن قبل أن يسلم هي سلام نداي إذن بخوزه مثلا بيجي السلام عليكم أدخل السلام عليكم إذن هاي أبي مالوا يعني معنی من برای نهولی آپارتمان بین دنگمون نچه دایره نه ولی بین یعنی خانیم عرده و بین بلکه جارنا دری دب بین و کلش دریا هبین آنجا پرده همالی دالقانده بین بر دریا دنگ دچان بچه بر دریا جیران خواه آن مثلا یکی ده بجه السلام علیکم ازن ها ابه مالوا هون مساعدی ولی وجا ابو هریره هات پرسین در حق چه دا در حق یکی دا کو هی سلام ندای ازن بخوزه بجه ابه مالوا وقتی بجه السلام علیکم نه یعنی السلام قبل الكلام یعنی سلام جبریا کلامه جبریا اشتغالاندنه جبریا پیواندنه گفتم خلط گم اول ازن بخوزه میکن نخیر اول سلام پشت هنگه ازن دبله بی زمان ما نه بی زمان ما تزیله بدی و آنجا تدست دلی بدی و مثلا وقتی گوی خودت شوی مربوط نیکو سلام بدی و جا بره و حشکو مگوتی وضعیت بشکل جدا بی نه و ای زمان ما بی و جا ابو هریره بجا قال لا یؤذن له حتی یبدأ بالسلام حتی سلام دست به نکه اول سلام نکه از نوی نایداین لازمه ازنه ندنه حتی سلام بکن و اول سلام بکن. حديث 1067 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح السلام. أبو هريرة هات ناقة خود جرازي بالبجاء إذا دخل وقت هيك هات مالدا هات مالوا ولم يقل السلام عليكم السلام نقول السلام عليكم هم ولي بين مالدا فقل بجنا فقل بيجا لا نخير حتى يأتي بالمفتاح السلام تنوي مالدا حتى مفتاح استعمال نكي بكار نيني مفتاح چه سلامه يعني مفتاح چوي مالدا وكا سلام وكا مفتاح وكا مفتاح دليا يعني سلام مفتاح وسلام جبرياش تغاليا وجبريا بيواندنيا حتى السلام نكي بلا نيمور. بله باب إذا نظر بغير إذن تفقع عينه أبش هذا الحق وداكو هي يعني إذن خوان نخواستی ولی امجی کنکو دری را بنیر مانده اون کلش به اون مثلا کنک دری هبل دیواری هبه و یان سر دیواری حوشه را مانده بنیره یعنی تچاوی درینی تبي مسؤول نابي أفقد تقول هيك أوقع مازنا يعني بابو إذا نظر بغير إذن بإذن هندروه مال بناريك تفقع عينه شوفي بدري خستن يعني مسؤوليته بدينا أفقد تقول هيك مازنا مو بتش برداريك ومو ولي كونكو داري را وآنجي مثلا سر دیواری را اون مثلا کنکو دیواری را مول نوو ماله هندروه ماله بنره افقو گنهک مازنا
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هو ناقل كرين أو يجيش پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ناقل كريكو پیغمبر هولي قوتيا لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. هكا يكا بإذناتا نوفو مولاتا بنير هندروي مولاتا بنير بجو تبي بحسي تا شوجيكي اون كوچك بچوك باریکی که لیوارکی و تشوفي بكم تشوفي برجي تشوفي بتقي وما كان عليك جناح تبي جناح كورنوبي تبي جناح كورنوبي يعني مسؤوليته فينينا أفقد تشتي مهمة مثلا يعني بإذن مولو هو لخوانا نره بی زمان خود محافظت کن قمرات دینن ازو گیزد قمرات چتکن فلان افتشتی گلی کریتا نه قطعیه نه بابت اسلامیه نه بابت مسلمانیه گونه گلی مازنه. بله حديث 1069 عن أنس رضي الله عنه قال أنس صحابي پیغمبر خدا أنس خاطر نقل کرده خدا جرازه بجا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي پیغمبر خدا مال خدا شبيابي نماز دكرا يعني قائم بي القيام دا نماز دكرا فطلع رجل في بيته بجا يزلامك يعني خود برداري بجا نوو مولد نيريو خود برداري يقين باكي إذن خواست به پیغمبر خدا سر نماز دا بجا ولی چه بخوا برداری رو و اوفت هندرو یعنی هندرو نيري مولو نيري فأخذ سهما من كنانته پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بجا خلاص کرد و تیرش قول که تیره خواه تیر معنی تخصص قولی که دا تخصصا توربه که دا توربه تیرا قول که تیرا توربهش امبیشش رخت تیره خواه دره خست و فسدد نحو عینیه یعنی حجوم دای گو از چوی درینه یعنی فسدد نحو عینیه از چوی تراب کن چه به ازنام المال مدان نهری ولی پیغمبر خدا انری غیدی افقدش مهمه. بله باب الاستئذان من اجل النظر بش هذا در حق وداكو اذن خواستن جبو محافظات جویه مو تشکه ولی نبابت نمناسب کو مو ببینه مو نبینه ازش بر فی قاسه وقتی بجا تا نوو موله نری اون تا قمره تا کنترول کرد اون تا مثلا سر دیویر را تا نوو موله نظر موله کرد معنا ازنینی نه الاستئذان من اجل النظر اذن خواستنش بو چیه؟ بو او تشتکو نبابت و مناسب ما و نه یعنی خواه مال نبید مو ببینه مو نبینش باید ازن خواستنش بروی قاسه. حديث 1007 عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم سهل كره سعد هاتا نقل كرن بجا زلامك كنكو داريه پیغمبر خدا رو نری اطلع من جحر في باب النبي كنك امجد گرشک داريه پیغمبر خدا بی وجا زلامك خود برداری و گرشده و کنکده نو مال نری و مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا نيك پیغمبر خدا جي ام بيجي تشتغوي يعني تير هبي تشتغوي توش هبي يحك به رأسه سر خابي تخواك ام بيجي شهكك مثلا هسن دستو دابي سر خابي تخواران جور مورا سر خابي شهد كر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر خدا اودید قال لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عينك هكا مزانه بيوت المدنري من اف جوه دراب كرا من اف شهكه هسن من جوه دراب كرا اوقا پیغمبر خدا بي يعني بي ناراحت بي. حديث 1071 وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ولي قال انما جعل الاذن من اجل البصر اذن يعني امر اذنه اذن خواستن هاتا دانین و داقنا جبو چاوا داقنا او چاف
تشت نه مناسب نبینه وقت تا لين ريبي إذن شفايدو إذن هاي هنجي إنما جعل الإذن إذن جبوشة إذن خواستن مجبوريات و مسئله جبوشة خوتيا دانين وكا قاعدة كي وكا ياسا كي من أجل البصر جبو نديتنا جاوا دقنا جاف تشان نبابت نمناسب نبينه بله خوشكو براين دلال بلا وده بسکنه ویدیو ما گله درش بی حتی درسیت یا موانده ببینه خیر و خوشیه دان